بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في يوميات أفكار وأكلات لولو. يا رب تكونوا بخير. النهاردة الحلقة بعنوان ايه؟ يا قلة بختي يعني. وهتبقى قلة بختي من كل الجوانب ايه لو انتوا ما حطيتوليش لايك واشتركتوا في القناة وفعلتوا الجرس عشان توصلكوا كل الاشعارات الجديدة. هيبقى قلة بختي معاكم ومع الفرعون الكبير الصغير ومع كل الناس. فشجعوني بقى بالله عليكم وحطوا لايك. الراجل يا اختي انتي وهي جه من بره لقاني مشغله المروحه وفاتحه التلفزيون وقاعده في الطراوه بقى ومروقه دماغي. قعد يقول لي امال بتعملي ايه طول النهار؟ امال احنا اللي متمرمطين في الشوارع والدنيا شمس وحر وعطشانين وحرانين وميتين، وانتوا قاعدين في البيت ايه بشوات، قاعدين مروقين وفاتحين المراوح وفاتحين التلفزيونات، يا عيني علينا وعلى بختنا اللي هم الرجاله يعني. قلت ايه الراجل ده يعني؟ انا هو جه لقاني مخلصه كل حاجه، هو كان عارف ايه اللي عملته النهارده. فعشان كده قلت بقى ايه اقول لكم قله بختي وشعوري بالاحباط، ان انا ست شاطره ونشيطه وبخلص اللي ورايا بسرعه قبل ما يجي. انتوا عارفين لو انا ايه ست بتلكع بقى وكان جه لقاني لسه بشتغل ما كانش قال لي البقين الحمضانين دول. فانا قلت بقى ايه اشوف رايكم بقى، كل الرجاله بتقول لكم كده ولا انا بس؟ بصوا الدنيا فله ازاي. والله العظيم قمت من النوم الصبح غيرت الملايات، ومن كتر ما انا متضايقه ان النور قاطع عملت اتنين مش شكل بعض من كل فيلم واغنيه كده. كنت بدور على الملايات والنور قاطع، وحطيت غسيل وغسلته ومتنشر اهو قدامكم في البلكونه، وكنست البلكونه وكنست الشقه وسيقتها وروقت ولمعت وظبطت، خليت الدنيا فله، ومليت الكولمن وحطيت فيه ميه بتلج وخليته قشطه قشطه. وكمان التلاجة كان فيها حاجات مسقطه، الولاد كانوا مسقطينها، مسكتها لمعتها من بره ومن جوه وخليت الدنيا قشطه قشطه قشطه. هو ده جزاتي عشان انا ست نشيطه وبخلص شغلتي بدري قبل ما هو يجي. يلا ربنا اللي عليه خلاص الحق. ودخلت على الصاله كمان روقتها، خليت الكنب فله ومتروق اهو. ده بيسهروا قدامه التلفزيون طول الليل وبيوسخوا الكنب وبيهدوا الدنيا كلها، وانا بقوم من النوم الصبح اروقه. كنت مشغله التلفزيون بقى في ساعه روقان، والمروحه دي كمان كنت مشغلاها. قلت يا بت عشان تروقي على حالك شويه وتكافئي نفسك بعد الشغل اللي اشتغلتيه والدنيا اللي روقتها لهم وخليتها لهم فله. وبرده سيقت الارض ونظفتها ونظفت السجاده ونظفت عند السفره ولمعت المرايه بتاعت الجزامه. مش عايزه اقول لكم طول النهار اشتغل ويقول لي انت قاعده بتعملي ايه وقاعده في الطراوه وقاعده في المروحه. طب يعني انزل اشتغل بدله ولا انتوا رايكم ايه؟ ما انا كمان بشتغل في البيت وبخلص، وبعدين ست نشيطه بخلص كل حاجه الساعه 2 3 ببقى مخلصه كل حاجه. مش بقعد بقى اعك طول النهار. انا من عادتي بقوم بدري وبخلص نفسي ايه واعمل كل حاجتي ورا بعضيها، ما استريحش غير بعد ما اخلص خالص. مش عارفه انتوا زيي بقى ولا لا. عشان كده ايه هو بيجي يلاقيني مخلصه بس يسكت؟ لا ما يسكتش. وكمان دخلت عملت لهم اكله عظمه والله. عملت بطاطس محمره وسلطه، وعملت كمان فراخ استريبس كده متحمره تحفه مقرمشه وتتبيلتها حلوه جدا. انا كنت عملت معاكم كل الكلام ده قبل كده يا حبايبي، بس انا النهارده بشاهدكم بس. وعملت كمان جوز حمام كده كان يتيم كده عندي في الفريزر، طلعته حشيته فريك. بس مش عايزه اقول لكم بقى ما بيشكرش في نفسه الا ابليس. انا اجدع واحده تعمل حمام بالفريك. مش عايزه اقول لكم الحمام اللي بالفريك بتاعي وبلا غرور كده حاجه عظمه عظمه عظمه. انا كنت عملته معاكم قبل كده، اللي عايزه تعرف الطريقه ترجع في القناه هتلاقيه. بصوا ما اتخدش زي ما حطيته زي ما طلعته، عظمه ومتحمر كده والفريك فيه مفلفل. مش عايزه اقول لكم طعم وريحه وشكل وكل حاجه، يعني مش غرور ولا حاجه، بس اللهم بارك الحمام بتاعي يعني حلو حلاوه فظيعه. والفريك بقى تحفه اهو. الفريك كمان مفلفله كده في الحله جميل جدا. خدت منه حشيه الحمام والباقي بنحطه تحت الحمام ساعه الاكل اهو ماله. ونضفت بوتاجازي بعد ما خلصت طبيخ طبعا، وغسلت مواعيني بعد ما اشتغلت في المطبخ، وروقت مطبخي وسيقته ونضفت المطبخ كمان بقى زي الفل، والاكل محطوط على البوتاجاز. يبقى هي دي جازاتي يعني؟ ولا يجي وانا لسه بشتغل وبطبخ يبقى قاعد مستنيين مع بال ما اخلص الاكل يبقى حلو قوي كده يعني؟ ابقى كده باينه ان انا ست بشتغل طول النهار. اديني شهدتكم من اول ما قمت من النوم لغايه الساعه 3 وانا بشتغل في البيت، ما بين ترويق وغسيل وتنشير وتلميع وتغيير ملايات وطبيخ وترويق في مطبخ وغسيل حمام كمان. احكموا انتوا بقى. يلا وقولوا لي رايكم. سلام عليكم.